اتولدت فاتن حمامة زي النهاردة 27 مايو سنة 1931 في المنصورة بمحافظة الدقهلية. فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، وده بعد ما بعت والدها صورتها للمخرج محمد كريم اللي كان بيدور على طفلة تمثل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد سنة 1940. رحلة فاتن حمامة السينمائية امتدت لحد ما وصلت لحوالي 100 فيلم صنعوا منها سيدة الشاشة العربية. فاتن حمامة كانت محظوظة بمشاركتها ب8 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، منها بين الأطلال أيامنا الحلوة. اتجوزت فاتن حمامة 3 مرات، الأولى كانت سنة 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار، لكن انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق سنة 1954 بعد ما أثمر جوازهم عن ميلاد بنتهم نادية. وبعد سنة تتجوز فاتن من عمر الشريف، واللي أثمر كمان عن ميلاد ابنهم طارق. لكن بعد سفر عمر الشريف وانشغاله بالأفلام العالمية والاستقرار في الخارج، على عكس فاتن حمامة اللي كانت حابة تكمل مسيرتها الفنية في مصر، تم الانفصال ما بينهم. أما الزوج الثالث واللي استمر جوازهم 40 سنة لحد ما رحلت عن الحياة هو الدكتور محمد عبد الوهاب. ويجي يوم 17 يناير سنة 2015 وبسبب إصابتها بمشاكل في القلب تتصاب فجأة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتفارق الحياة في بيتها في هدوء. المحيطين بيها صرحوا إنها في الأيام الأخيرة كانت حاسة إنها قربت تموت، ووصت إنه ما يتعملش ليها عزا، وقالت: وإيه يفيد العزا بعد ما أموت؟ قول لنا إيه أكتر فيلم بتحب لحد دلوقتي تشوفه للفنانة الكبيرة فاتن حمامة؟